حاليًا أنا متّبعة نظام الكيتوجينيك دايت أو الكيتو دايت، فاليوم حبيت إنه أسوي خبز الثوم، وصفتها سهلة ولذيذة كلش، فلا تفوتكم لإنه صدق تسوى. هنا أنا استعملت كوب مبروش من الجبن اللي لازم يكون عالي الدسم، ويا ملعقتين من الجبن الكريمي ودخلته على الميكرويف لمدة تقريبًا دقيقة، أريده يسيح شوية على مود يسهل إنه أكوّن من عنده عجينة. قلّبته شوية بالشَّتل مثل ما تشوفون، وبعدين ضفت عليه ملعقتين من طحين اللوز. أنا اكتفيت بالملعقتين، راح تشوفون العجينة شلون شكلها راح يصير. إذا ردتوها تكون العجينة أسمك ضيفوا 3 ملاعق، ونحط فوقها بيضة ونخلطها وخلص خلصت ويانا العجينة. أحب دائمًا إنه أقلل من كمية طحين اللوز اللي أستعملها بالوصفات، لأنه أحسه يقلل من نسبة الحرق عندي. لكن طبعًا اللي يحب أو اللي ماشي على الlow carb diet ممكن إنه يزيد شوية بطحين اللوز. بهاي الوصفة إذا زيدت شوية بطحين اللوز راح تصير العجينة متماسكة أكثر، وطبعًا أيضًا يعني راح تكون قريبة أكثر للخبز. وهنا أنا بلشت أستعمل الspatula لين تكون أسهل بالعجن، وبعدين راح أجيب صينية عليها ورق خبز وأحمّل طبعًا الفرن أيضًا مسبقًا، وبعدين أفرشها على الصينية مثل ما تشوفون بأي شكل تريدوها دائري، مستطيل، مثلث براحتكم، وحادخلها على الفرن على درجة حرارة 250 بس تظل عيني عليها لأنه هي ما حتطول 10 دقايق ونشيلها. إذا حبيتوا وصفة الكيتو يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات إذا تريدون بعد وصفات لأنه أني ماشية على النظام ودا أسوي وصفات كلش هواية كيتونية. فإذا حبيتوا الوصفة وتريدون بعد وصفات فاكتبوا لي بالتعليقات على مود نمشي سوا وهم أفيدكم بالوصفات اللي أسويها. هسه بعد ما فرشناها راح ندخلها على الفرن وراح نسوي الزبد والثوم اللي حنحطها على الوجه. طبعا هاي العجينة ممكن تسوون من عندها بيتزا إذا حبيتوا بس تحطون عليها صلصة وحبشكلات البيتزا الباقية. بس أني مثل ما شفتوا حبيت إنه أسويها خبز ثوم، فحطيت هنا ملعقة زبد وحطيت وياها ثوم، ويا ريت الزبد يكون من نوعية زينة، يكون زبد صحي، لأنه هو هذا الكيتو يعتمد على الزيوت الصحية. حطيت له شوية معدنوس، وبعدين مثل ما تشوفون بعد 10 دقائق طلعتها من الفرن، شوفوا شكلها ايش قد حلو صار. حطيت عليها الزبد والثوم والمعدنوس اللي حضرته، نفرشها على الوجه كله، وبعدين هم حطيت شوية جبن وندخلها على الفرن هم 10 دقائق، ووراها نطلعها وتاكلوها بألف عافية. كلش طيبة كلش لذيذة، وهاي الوصفة أنا ما أستغني عنها، وحسب مزاجي طبعا مرة أسويها بالثوم ومرة أسويها كبيتزا. وأيضا تقدرون تفتحوها كلش خفيفة بحيث تصير مثل الخبز، تقدرون تستعملوها كساندويتش يعني تسوون بيها. وهاي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، طبعا مثل ما تشوفوها بعدها حارة، فعفتها شوية تهدأ وبعدين بلشت أقصقصها. وأكيد طبعا اللي ما يحب طعم الثوم ممكن يستغني عنه ويكتفي بالزبد والجبن. وانتظروني بوصفة جديدة. باي باي.